السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة ان شاء الله هقدم لكم منيو اكلات اسبوع كامل. الاكلات دي اقتصادية وموفرة، وكمان ما بتاخدش معاكي وقت، وهتنفع معاكي لشهر رمضان ان شاء الله. اكلات سريعة يعني، لان احنا عارفين الوقت بيبقى ضيق، وبنبقى كل يوم محتارين هنعمل اكل ايه. فان شاء الله الفيديو تستفيدوا منه. اول حاجه هنا، اول يوم في الاسبوع انا بعمل سجق، اللي هو السجق الشرقي. عملته معاكم قبل كده على القناه. حطيت الزيت في الطاسه وعليه السجق وعليه بصل جوانح وشويه ميه كده عشان تساعد في تسويه البصل مع السجق. نزلت عليه بقى التوابل بتاعته مع الطماطم مع فصين توم والفلفل الرومي، وكده الاكله بقت جاهزه. تاني يوم دي تسبيكة بالثوم، دي بعملها للمسقعة. نزلت معاها كده البطاطس وبعد كده البتنجان والفلفل الرومي. تالت يوم بقى هعمل شاورما الدجاج. قطعت الفراخ بالشكل ده كده، ده صدر فرخة واحدة. نزلتها في الطاسة مع الزيت وعليها التوابل بتاعتها، ملح وفلفل اسمر بابريكا 7 بهارات. نزلت عليها البصل والطماطم وشوية خل، بيدوها طعم حلو قوي. بعد كده فلفل او الوان او فلفل رومي. مع الشاورما بقى طبعا عملت شويه مكرونه. اليوم اللي بعده ده كده تقريبا اليوم الرابع، عملت حلة عدس زي ما انتم شايفين كده. احنا طبعا كلنا عارفين العدس بيبقى اكله برضو موفره. اليوم اللي بعده بقى عملت سمك مقلي وعملت جزء مشوي. واليوم ده عملت سبانخ ورز وفراخ وسلطه. اخر يوم معايا بقى في الاسبوع دي دبابيس فراخ. بعملها في الحلة كده، بكرمل البصل مع شوية سكر وبنزل عليه الفراخ، ومعاها حبيتين طماطم وفصين توم وبصل وفلفل رومي، وبسيبها بقى تستوي. قدمت معاها رز بشعرية، بتبقى أكلة حلوة قوي. وشوفوا كمان الفراخ مستوية ازاي. ممكن تجيبي الدبابيس زي ما قلنا على عدد أفراد أسرتك. أكلة موفرة ومشبعة كمان. أتمنى يكون استفدتم من الفيديو، ولو عجبكم الفيديو أتمنى لايك حلو. نوروني باشتراك في القناة، والأكم بخير مع فيديو جديد إن شاء الله.